السلام عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة نعمل مع بعض بقلاوة لذيذة جدا بالفول السوداني. أنا معايا نص كيلو من الفول السوداني، ده فول مش محمص، واحنا هنبتدي ان احنا نحمصه. هنحطه في صينية وهندخله فرن على درجة حرارة 150. هنحطه في الرف الأوسط وهنشغل الفرن من تحت بس. مجرد ان الفول هيطلع نسبة من الزيت بتاعته هبتدي أولع له الشواية من فوق، وهفضل ملاحظة وأقلب فيه بالمعلقة لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده الموحد. زي ما حضرتك شايفة لون ممتاز جدا. هبتدي دلوقتي أسيبه لغاية لما يبرد تماما، وهبتدي أفرمه، بس هيبقى الفرم بتاعنا يبقى فرم ترددي زي ما حضرتك شايفة. هنشغل الميكسر ونبطله لغاية ما نفرمه لقطع صغيرة. هنحاول كده نلاحظ الحجم بتاع القطع كبير نوعا ما، فأنا هفرمه كمان فرمة بسيطة برضو، واقفل المكسر، لان انا لو فرمته فرم مستمر هيقلب معايا المعجون. زي ما حضرتك شايفة عبارة عن حبيبات، بس حبيبات صغيرة. هبتدي اضيف عليه 100 جرام من السكر البودر، يعني حوالي نص كوباية تقريبا، وهقلب المكونات في بعضها عشان كل جزء من الفول ياخد السكر. وهنزل عليه بمعلقتين من العسل النحل. ممكن حضرتك تستخدمي السيرب التقيل بدل عسل النحل. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من ماء الزهر او ماء الورد زي ما انت بتفضلي، يعني انا بفضل ماء الزهر اكتر. وهنزل بمعلقتين من الزبدة او السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لينة زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا دي الزبدة او السمنة مهمة جدا، لانها هتخلي الفول بتاعي اكتسب نسبة الدهن اللي هو عايزها، وما يبتديش يشرب لي السمنة او الزبدة اللي انا هحطها ما بين ورقات الجلاش. يعني هيبقى مكتفي ان هو ما ياخدش منها او يمتص الزيوت اللي انا بحطها في الجلاش نفسه. طبعا انا هعجنهم لغاية ما تتكون عندي عجينة زي ما حضرتك شايفة تبقى قابلة للتشكيل. وطبعا ده بفضل ماء الزهر والسكر البودر والعسل، جمع لي العجينة على بعضها. هبتدي دلوقتي اخد ورقة زبدة، وهحاول بقدر الامكان ان انا اعملهم صوابع تكون احجامهم متساوية، يعني بمجرد النظر، مش بالمعيار، بمجرد النظر. انا بحاول ان انا ابسط عليك الامر، وان انا اعملهم رولات، ان انا قبل ما اشتغل او ان انا امسك الجلاش بايديا، عشان طبعا انتوا عارفين ان هو فيه سكر وفيه عسل، ده ممكن يسيب لي اثر على الجلاش من بره، وفي التسوية يتحرق وما يطلعش باللون الجميل من بره. وفي نفس الوقت الطريقة دي بتسهل لك الشغل، وبتخلي الحشوة متساوية وبمقاس واحد. انا النهاردة هستخدم عجينة الفيلو، وهي عجينة رقيقة جدا، في منها السميك وفي منها الرقيق. وكمان هستخدم عصا، ممكن تكون عصا شيش طاووق، وهستخدم فوطة تكون رطبة، يعني هبلها بشوية مية واعصرها كويس قوي. ومعايا نص كوباية من السمنة او الزبدة، انا استخدمت سمنة بقري. ومعايا طبعا صينيتين، لازم تكون الصينية يا اما مربعة يا اما مستطيلة عشان تسهل عليا الشغل وما اقطعش في الجلاش كتير او في العجين بتاعي كتير. طبعا هبتدي دلوقتي اخد مقاس الصينية واشوف انهي واحدة مناسبة اكتر. طبعا انا عايزة الصينية تكون اقل بشيء بسيط من ورقة الجلاش عشان ما اقطعش وما هدرش في الجلاش كتير. هبتدي دلوقتي افرد ورقتين مع بعض، وهفردهم وهحط عليها كلها بالكامل سمنة، وهوزعها تمام. وزي ما حضرتك شايفة كده في الفيديو، هنزل الصباع بتاعي اللي انا عملته. طبعا الصوابع كلها حجم واحد، ده بيساعدني ان كل الجلاش بتاعي يبقى بحجم واحد، ما يبقاش فيه واحد رفيع ولا واحد تخين، وده بيعتمد على حجم الحشوة اللي انا حطيتها من جوه. هبتدي دلوقتي ابرمها زي اكني بالظبط ببرم سجادة، وهبقى حريصة ان انا هشيل اي زيادات من النشا اللي بتبقى موجودة على ورق الجلاش، لان ده هيعمل فاصل وهيشرب السمنة بتاعتي، وبعد كده الجلاش بتاعي مش هيبقى مورق.
هلف الرول تماما، وهتأكد ان النهاية كمان واخدة السمنة بتاعتي، وهبرمها تمام. وهاجي في النهاية وهبتدي ان انا اضغط للداخل لغاية ما اوصل لعصا الشيش طاووق من بره، ومش هحاول ان انا اضغط اكتر من اللازم عشان ما يتكسرش معايا من بره، يا دوبك على قد حجم الصينية. وطبعا انا بوزن المعيار بتاعي عن طريق الصينية زي ما حضرتك شايفة. هنبتدي نعمل ورقة تانية عشان ان المعلومة تكون واصلة تمام. دول ورقتين برضو مع بعض، وهنفض من عليهم النشا تماما، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان ده ورق مفرزن، فلازم يتحط له نشا عشان يحافظوا عليه، فلازم انا اتنازل عن النشا. وهوزع طبعا السمنة بالتساوي، وهعمل نفس التكنيك اللي احنا عملناه قبل كده. وبرضو هجيب الحشوة بتاعتي، وطبعا هقصها اقل من عرض ورقة الفيلو، على اساس ان هي لسه هتتكشكش كمان شوية، فانا لما هكشكشها ما تطلعليش من الطروف العجينة او الحشوة بتاعتي اللي انا حطيتها، ابقى عاملة حساب ده كله. فلذلك لازم الحشوة تكون اقل في الطول عن حجم ورقة الجلاش زي ما حضرتك شايفة كده، واضغط عليها واكشكشها بس مش قوي. وطبعا اللي ساعدني على الكشكشة دي وما خلاش الورق بتاعي يتكسر من بره ان انا غطيته بفوطة رطبة، فده ساعد ان كل ورقة من اللي انا بستخدمهم الورقة طرية معايا فيها رطوبة، فلذلك بتتطوع معايا بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا هنكمل كل الكمية بنفس الطريقة. انا اكتفيت بالقدر ده وما كملتش بقية الصينية، ولذلك انا هبتدي دلوقتي اقص الحواف. طبعا احنا عايزينه يبقى شكله مرتب، لكن الحواف دي احنا مش هنرميها، هنستخدمها برضو بس بشكل اخر. وهبتدي اقسم الصباع على 4 اجزاء تكون متساوية. انا مش ممكن حضرتك كمان تقصيه اقل من كده، بس انا حسيت ان ده حجمه مناسب، بالذات لو انا بقدمه لاولادي في البيت او لضيوفي وعدد مش كبير. يعني لو العدد عندك كبير قسمي الصباع كمان على جزئين. طبعا هحاول املأ الفراغ بورقة متبقية معايا على اساس ان انا افضل محتفظة بالصوابع كلها جنب بعضها وما يبقاش فيه فراغ. هبتدي دلوقتي اجيب بقية السمنة بتاعتي، وهبقى سخية قوي وانا بحط السمنة، وهوزعها تماما. وما تقلقيش اي نسبة سمنة زيادة احنا هنصفيها تاني وهنستخدمها للمرة الجاية. لكن اهم شيء في عمل الجلاش عشان يطلع لونه موحد زي ما حضرتك شايفة ولونه جميل، انه انا ابقى سخية في حط السمنة بتاعتي، لان هي دي اللي هتخلي لي الجلاش بتاعي مورق، وهتخليه هايش، وهتخليه باللون الذهبي الرائع اللي حضرتك شايفاه. وطبعا احنا دخلناها على درجة حرارة من 180 ل 190 في الرف الاوسط، وكنا متابعين. وبعد كده ولعنا الشواية من فوق. ده بقية السمنة اللي فضلت معايا. طبعا انا مش هرميها، انا هستخدمها تاني في كنافة لانها سمنة نظيفة ما فيهاش اي رواسب. وهبتدي دلوقتي اجيب السيرب اللي احنا عملناه مع بعض، وان شاء الله سيبهولك في صندوق الوصف. ده السيرب التقيل. هبتدي دلوقتي اوزعه على الجلاش بتاعي او البقلاوة بتاعتي وهي سخنة لغاية لما تتشرب تماما. وزي ما حضرتك شايفة بقلاوة بتاعتنا رائعة، لونها ذهبي، متحمرة من جميع النواحي. ده بفضل طبعا كمية السمنة اللي احنا وزعناها بكمية وفيرة، ده السبب. وطبعا هي مورقة من جوه، وطبعا مليانة حشوة متساوية، ولذلك الأصابع بتاعتنا كلها طلعت بسمك واحد وبحجم واحد. هبتدي دلوقتي أزينها بشوية لوز، أي حاجة موجودة عندك من المكسرات، وشوية من الورد المحمدي عشان أكسر الألوان. وهبتدي دلوقتي أخد البقلاوة بتاعتي صفوف صفوف وأحطها في طبق التقديم. يعني تقديمها مش صعب أبدا وسهل جدا، وتقدري تقدميها بسهولة
بسهولة، وكل صوابعنا حجم واحد متساوي سواء في السمك أو في الطول. هنبتدي نشوف الشكل مع بعض، حاجة وهم حقيقي يعني، لون ذهبي رائع، سيرب ممتاز. طبعا أنا لو حطيت لها سيرب خفيف بعد يوم هتطرى مني، ما تقدرش تعيش معايا. لكن لو السيرب بتاعي تقيل زي ما احنا اتعلمنا ازاي نعمله، الجلاش بتاعي هيقعد معايا 3-4 ايام ان شاء الله اسبوع، هو لسه هش وبيقرمش. هبتدي اعمل طبق تاني لو العدد اقل وهوزعه بنفس الطريقة. وطبعا زي ما حضرتك شفتي القصيصات اللي عندنا احنا مش هنرميها وهنستغلها بشكل اخر، وهتبقى يعني حاجة زي الجاتو السوري، حاجات بسيطة وصغيرة، وهنحطها في طبق لوحدها، وبرضو يعني هنقدمها لضيوفنا بس بشكل آخر. طريقة ممتازة بسيطة. طبعا الفول متوفر عند كل الناس وفي كل البلاد، فأنا حبيت النهاردة أن أنا أعملها لكم بالفول. تقدري حضرتك تعمليها بالكاجو، تعمليها بالفستق، تعمليها باللوز، تعمليها بأي أطعمة أنت بتحبيها. وطبعا إحنا هنتناولها بعصا الخلة دي بالمنظر ده عشان تبقى سهلة إن أنا أخد قطعة بقطعة زي ما حضرتك شايفة. يعني حاجة يا سلام يا سلام على الجمال وعلى اللون وعلى القرمشة وعلى تركيبة الطبق بتاعنا. بتمنى النهاردة ان طبقنا يكون عجبكم ونال اعجابكم، وبتمنى من الله ان انتوا تجربوه حقيقي مش هتندموا. والطبق بتاعنا النهاردة بيتكلم عن نفسه، وياريت ما تنسونيش من صالح اعمالكم بالدعاء ليا والام الغالية بالرحمة والمغفرة. اكون سعيدة جدا وممنونة، واسيبكم في رعاية الله. مع الف سلامة.